ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون اول فيديو في سلسله انا هحاول اكمل فيها افضل هواتف في فئه سعريه محدده، يعني مثلا زي فيديو النهارده ده هيكون افضل هواتف في فئه سعريه من 2000 ل 3000 جنيه، وطبعا انا ابتديت من 2000 علشان ما اعتقدش دلوقتي تحت 2000 جنيه ممكن تلاقي موبايل يرضي رغبات اي حد، لكن لو عايزين فيديو للموبايلات اللي تحت ال 2000 جنيه ممكن تسيبوا لي تحت في الكومنتس وممكن نعملها فيديو. قبل ما ابتدي الفيديو عايزين نتفق كده على شويه مبادئ علشان تعرف تختار موبايل صح من الموبايلات اللي انا هقترحها عليك كمان شويه. اول حاجه اقعد كده مع نفسك وسمي واعرف انت عايز ايه كويس. يعني عايز ايه من موبايل؟ عايز موبايل بيصور كويس، عايز موبايل يقعد معاك اليوم كله، عايز موبايل عملي، عايز بطارية كويسة. اعرف كويس انت عايز ايه وبعدين بص على الفلوس اللي معاك. تاني حاجة، نصيحة مني في فئة سعرية زي دي لازم تستثني 3 شركات: سامسونج و اتش سي وواو. في الفيديو ده انا مش هجيب اي سيرة عن ال3 شركات دول، طبعا هو مش هيف في اي شركه من الشركات دي، لكن احنا لو بصينا على الموبايلات اللي بتقدمها ال3 شركات دول وقارناها بموبايلات شركات تانية في نفس الفئه السعريه، لا هنلاقي ان الموبايلات اللي بتقدمها الشركات التانية افضل بكتير من موبايلات ال3 شركات اللي انا قلت عليهم اللي انا استثنيتهم. وبناء على انا لما اخترت الموبايلات اللي انا هقترحها عليك كمان شويه، انا ما اخترتهاش على اساس الاسم او البراند اللي بتتبع ليه او الشركه مصنعه الموبايل، انا اخترت على اساس الاداء العام للموبايل اللي بيقدم لي ايه، بحيث انك في فئه سعريه زي دي مش هتبقى فارق معاك قوي البراند على قد ما بتبقى عايز موبايل يقضي معاك الغرض. لو انت ما فهمتش حاجه من اللي انا قلته ابسطها لك. لو انت معاك 20 جنيه ونفسك تاكل بيتزا، اكيد مش هتفكر تروح تاكل بيتزا في بيتزا هات عشان هتزعل، لكن هتروح تسال اصحابك عن محل بيتزا عادي يكونوا كلوا عنده قبل كده وتروح تاكل عنده، وبكده يبقى اكلت البيتزا اللي نفسك فيها وبال 20 جنيه اللي معاك. هي نفس القاعده. تالت حاجه بقى، لو انت عايز موبايل معين ومش عايز موبايل غيره، انسى الكلام اللي انا هقوله كمان شويه ده وحوش وانزل هات الموبايل اللي انت عايزه، ما تحرمش نفسك من حاجه. طيب احنا هنقسم الفئه دي لمجموعتين: مجموعه تحت 2500 ومجموعه فوق 2500. طبعا تسهيلا ليا وللي بيتفرج علشان انا زي ما انا قلت كده كل واحد يعرف الفلوس اللي معاه قد ايه وبناء عليه هيعرف يختار بسرعه. نبتدي باول مجموعه اللي هي من 2000 جنيه ل 2500 جنيه. في المجموعه دي انا برشح 3 موبايلات بس، دول افضل 3 موبايلات انا شفتهم في المجموعه دي. طب انت دلوقتي واحد بيتفرج عليا هتختار ما بينهم ازاي؟ انا هساعدك بجانب ان انا هذكر المواصفات بتاع الموبايل، بس في نفس الوقت هقول لك الموجز بتاع الموبايل، يعني الموبايل بيقدم لك ايه او بيعمل لك ايه. وبناء على ده انا طلبت منك في البدايه انك تعرف كويس انت عايز ايه علشان تعرف تختار صح. وكمان انا قسمت لك المجموعتين تحت 2500 فوق 2500 عشان لما قلت لك شوف الفلوس اللي معاك قد ايه. نركز بقى، لو انت عايز موبايل قوي وسريع في الالعاب عشان تلعب عليه براحتك، وبما انك بتدور على الالعاب يبقى اكيد عايز شاشه الريزوليوشن بتاعها عالي عشان حتى تبقى مستمتع وانت بتلعب، بجانب كاميرا كويسه وبطاريه كويسه. يبقى انت قدامك اختيار من اختيارين. اول اختيار موبايل لينوفو كي 5 بلس واللي مواصفاته كالتالي: شاشه 5 انش بريزوليوشن فول اتش دي ويديك كثافه بكسل 441 بكسل لكل انش، بروسيسور سناب دراجون 616 وده اوكتا كور، 4 أنوية بتردد 1.5 جيجا هرتز و4 أنوية تانيين بتردد 1.2 جيجا هرتز، كارت شاشة أدرينو 405، أندرويد لولي بوب 5.1، انترنال ستورج 16 جيجا و2 جيجا رام، تقدر تزود الانترنال ستورج دي بمايكرو اس دي لغايه 32 جيجا. الكاميرا الاساسيه في الموبايل ده 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.8. البطاريه 2750 ملي امبير اور ودي بيلت ان ما تقدرش تشيلها. الموبايل ده فيه خاصيه كمان دولبي اتموس، الخاصيه دي بتخلي الموبايل صوته نقي واعلى من اي موبايل تاني ما فيهوش الخاصيه دي، فهتستمتع قوي وانت بتسمع على الموبايل ده اي ميوزك. الموبايل ده سعره حوالي 2370 جنيه. الاختيار الثاني موبايل شاومي ريدمي نوت 2 واللي مواصفاته كالتالي: شاشه 5.5 انش بريزوليوشن فول اتش دي وده هيديك كثافه بكسل حوالي 401 بكسل لكل انش، بروسيسور ميديا تك هيليو اكس 10 وده اوكتا كور بتردد 2 جيجا هرتز، كارت شاشه باور في ار جي 6200، اندرويد لولي بوب 5.0 وانترنال ستورج 16 جيجا و2 جيجا رام. الكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل بفتحه العدسه اف 2.2 والكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل بفتحه العدسه اف 2.0. البطاريه هتبقى اكبر شويه 3060 ملي امبير اور وبرده بيلت ان. الموبايل ده سعره مختلف شويه، لو دورت عليه على موقع السوق هتلاقيه حاليا ب 2600 جنيه بعد ما كان ب 1800 جنيه من حوالي 3 اسابيع كده. فانت لو عايز تشتريه اونلاين انا انصحك انك تشتريه من موبايل شوب، هتلاقيه حاليا ب 2200 جنيه، فعشان كده انا خليته في الفئه او المجموعه اللي تحت ال 2500 جنيه. ثالث موبايل بقى ده رايح للناس اللي عايزه موبايل تستخدمه استخدام مكثف، الناس اللي عايزه موبايل تستخدمه اليوم كله وما يفصلش، الناس اللي بتفتح 50 ابلكيشن في نفس الوقت وعايزه تتنقل ما بينهم بسرعه.
بس هيكون اداؤه اقل من المتوسط في الالعاب، لكن في الاداء العادي سواء بتعمل تشات او براوزنج، نقل ما بين ابلكيشن وابلكيشن تاني وبتعمل او فاتح كذا ابلكيشن، او الناس اللي بتحب المالتي تاسكينج، هيبقى مأدي معاك الغرض وزياده. لو انت واحد من دول يبقى رشح لك انجو ماكس 3 برو، والمواصفات كالتالي: شاشه الموبايل دي كبيره شويه 6 انش وبريزوليوشن اتش دي، وده هيديك كثافه بكسل 244 بكسل لكل انش. بروسيسور ميديا تك كواد كور، تردد 1 جيجا هرتز، وانا زي ما قلت لك اداؤه في الالعاب هيكون اقل من المتوسط. كارت الشاشه مالي تي 720 ام بي، اندرويد لوليبوب 5.1. الكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل فتحه العدسه اف 2.2، والكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، بس مش عارف فتحه العدسه بتاعها كام. الانترنال ستورج 32 جيجا في الموبايل ده، وهيبقى اعلى انترنال ستورج في الموبايلات اللي احنا هنقولها كلها النهارده. اما بقى بالنسبه للرام هتلاقي 3 جيجا رام، طبعا ده هيبقى مناسب جدا للناس اللي بتفتح 50 ابلكيشن في نفس الوقت زي ما انا قلت في البدايه. تقدر تحط مايكرو اس دي في الموبايل ده لغايه 128 جيجا عشان تزود الانترنال ستورج. الموبايل ده فيه حاجه كمان، فيه فينجر برينت، علشان انا عارف ان في ناس بتفرق معاها. سعر الموبايل ده حاليا هتلاقيه 2200 جنيه. كده خلصنا اول مجموعه بسلام. اتمنى انك تكون لسه مكمل الفيديو وما زهقتش. المجموعه الثانيه واللي هتكون من 2500 ل 3000 جنيه، والمجموعه دي فيها 3 موبايلات برضه، فركز في اللي انا هقوله علشان تعرف تختار كويس. لو انت عايز موبايل عامل لك ميكس ما بين اداء قوي في الالعاب وكاميرا كويسه وبطاريه تدوم معاك اكتر من يومين، يبقى انا ارشح لك انفينكس نوت 3، واللي مواصفاته كالتالي: الموبايل ده حجمه كبير برضه، الشاشه بتاعته 6 انش في ريزوليوشن فول اتش دي، وده هيديك كثافه بكسل 367 بكسل لكل انش. بروسيسور ميديا تك اوكتا كور بتردد 1.3 جيجا هرتز. كارت شاشه مالي تي 720 ام بي 3، اندرويد مارشميلو 6.0، 16 جيجا انترنال ستورج و2 جيجا رام، وبتقدر تزود المساحه دي بمايكرو اس دي لغايه 128 جيجا، والمايكرو اس دي ليه فتحه لوحده بعيدا عن الشريحتين. 13 ميجا بكسل كاميرا اساسيه و5 ميجا بكسل كاميرا اماميه وفيها فلاش. البطاريه في الموبايل ده كبيره 4500 ملي امبير، وبتدعم الفاست تشارج. الموبايل ده فيه فينجر برينت سنسور لكن ما بيدعمش ال 4G. الموبايل ده سعره حاليا حوالي 2900 جنيه. لكن انت لو بتحبش بقى الاحجام المتوحشه دي، 6 انش والحاجات دي، وعايز موبايل على قد ايدك كده 5 انش صغير في نفس الوقت نفس الاداء بتاع الانفينكس نوت 3 ويمكن اعلى شويه، يبقى انسى الانفينكس ده خالص وخليك في لينوفو كي 6. الموبايل ده شاشته 5 انش بريزولوشن فول اتش دي، وده هيديك كثافه بكسل حوالي 441 بكسل لكل انش. بروسيسور سناب دراجون 430 اوكتا كور 8 انويه بتردد 1.4 جيجا هرتز. كارت شاشه ادرينو 505، اندرويد مارشميلو 6.0، انترنال ستورج 16 جيجا و2 جيجا رام، وبتقدر تزود المساحه مايكرو اس دي لغايه 256 جيجا. الكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، لكن ما اعرفش فتحه العدسه بتاعتهم كام. البطاريه زي ما قلت اقل شويه 3000 ملي امبير اور. الموبايل ده كمان فيه فينجر برينت سنسور، والموبايل ده بيدعم شبكات ال 4G. سعر الموبايل ده حاليا هتلاقيه حوالي 2800 جنيه. نيجي بقى لاخر موبايل، البيج بوس بتاع الفئه دي، الناس الرايقه اللي بتحب التصوير. لو انت حد منهم وعايز موبايل فيه كاميرا ممتازه واداء سريع جدا في الالعاب بسبب البروسيسور القوي اللي فيه، يبقى من غير نقاش على طول انفينكس زيرو 3 اللي هو اكس 552. شاشة الموبايل 5.5 انش بريزوليوشن فول اتش دي، وده هيديك كثافة بكسل حوالي 401 بكسل لكل انش، ومحمية بطبقة جوريلا جلاس 3. بروسيسور ميديا تك هيليو اكس 10 اوكتا كور بتردد 2.2 جيجا هرتز، 2.2 جيجا هرتز. صحيح مش بحب شركة ميديا تك، لكن البروسيسور ده قوي. كارت شاشة باور في ار جي 2200، اندرويد لوليبوب 5.1، انترنال ستورج 16 جيجا و3 جيجا رام. نيجي للكاميرا، كاميرا بقوة 20.7 ميجا بكسل، وفيها مستشعر من سوني بغض النظر عن رقمه اللي هتلاقيه مكتوب على الشاشة، بس اللي يهمنا ان هو من سوني. وكاميرا قوية زي دي هتديك فيتشرز انك تصور فيديو بدقة 4K وتصوير سلو موشن، او اللي هو التصوير بالبطيء يعني. بالنسبة بقى للكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل وفيها فلاش. مهم قوي موضوع الفلاش في الكاميرا الأمامية. البطارية 3030 ملي امبير اور. الموبايل ده فيه خاصية كمان، خاصية هاي فاي، والخاصية دي زي دولبي اتموس اللي انا اتكلمت عنها في بداية الفيديو. سعر الموبايل ده حاليا حوالي 2700 جنيه. خلاص خلصنا. طبعا في موبايلات كتير تاني كويسة، بس دول كان افضل موبايلات من وجهة نظري. لو انت شايف موبايل تاني بيقدم نفس الاداء وبسعر كويس، يا ريت لو تسيب تحت في الكومنتس. لو انت لسه مكمل الفيديو للاخر فشكرا انك كملت الفيديو، ولو انت عايز تشتري اي موبايل منهم هتلاقي تحت في الديسكريبشن كل اللينكات بتاع الموبايلات. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ودمتم سعداء.